بدل ما تاكل الجمال ده كلته في مطعم، احنا ممكن نعمله دلوقتي في البيت، ونعمله بطريقة جميلة جدا جدا وراقية جدا جدا، وهتوفر علينا كتير جدا جدا. وخصوصا ان السمكة دي سمكة البوري، وهنعملها بشكل يا جماعة بجد مش هتصدقوا ان انتوا اللي عاملين الاكلة دي بنفسكم في البيت. نصلي على سيدنا محمد كده ونعطر المجلس بذكر الله ونقول بسم الله. وديت يا جماعة معانا الخلطة اللي هنتبل بها السمك. معانا توم، معانا كزبرة وشبت وطماطم وفلفل اخضر. معانا كمان ليمونة مقشراها بس الاضاءة جابتها من ورا كده، الكاميرا جابتها من الخلف. كل ده هنفرمه فين؟ هنفرمه في الكبة، او عايزين تعملوه بهاند بلندر تمام اللي موجود. معانا بقى توابل السمك، ومعانا كركم، ومعانا جنزبيل ضروري جدا جدا، ومعانا ملح، ومعانا معلقتين زيتون، معانا كمان كمون وكزبرة، معانا شوية فلفل اسمر. ويلا بينا نشوف الخلطة دي هنتبلها ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. لازم ننعمها جدا 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 عشان تشوفوا بقى الخلطة هتبقى شكلها ازاي. شجعوني كده لو وصلتوا لحد دلوقتي، شجعوني باجمل لايك علشان خاطر تشجعوني ان انا اكمل. شوفوا يا جماعة التتبيلة، شوفوا المنظر جميل ازاي، صراحة حلوة جدا جدا. وخدت منها للبتنجان المشوي. شوفوا كمان السمكة عاملة ازاي. انا بفتح راس السمكة بنضفها جدا من فوق، بخليها فاضية. يا رب يكون الشرح واضح، التصوير واضح. بفرجكم عليها كمان مرة اهي، الراس فاضية اصلا. انا بس عايزة الدماغ دي بس كده علشان منظرها في الاخر هتبقى حلوة جدا. المعلقة حتى بتعدي في قلب الدماغ، يعني لاحظوا كده كويس. الجماعة المبتدئين اللي ناويين يعملوها وبيحبوا يحشوا السمك بالحشوة دي، هي مش هتقتصر على كده يا جماعة ومش هيتقلق. بس خليكم معايا وتابعوا معايا وانتوا هتعرفوا احنا وصلنا لحد فين. اهم حاجة تخليكم بالتركات الحلوة ديت تكونوا نقعين السمك كويس. ده السمكة دي بالذات ما بيبقاش لها ريحة زفارة خالص، يعني انا اخترتها المرة دي جميلة جدا جدا. انا مش عارفة الاصل الوصف فين بالظبط، يعني بلدها ايه، بس السمكة لما عملتها وجربناها في البيت انبسطوا منها جدا جدا. انا حبيت اشاركها معاكم، والف هنا على اللي كلوها، وان شاء الله موفقين اللي هيعملوها وتطلع حلوة كده. بس يا ريت تمشوا على الخطوات صح. عايزة البس التتبيلة في قلب السمكة من فوق ومن الجناب ومن الخطوط اللي انا خططتها دي، عشان خاطر تبقى التتبيلة موجودة في السمكة من فوق وتحت ومن الجناب ومن كل حتة. ورجعت تاني عملتها برضو بالفرشة ازاي عشان خاطر ادخلها من جوه، يعني انا عايزاها كده. طبعا هناخدها دلوقتي نغطيها ونخليها تتبل لها مثلا من نص ساعة لساعة، ونرجع نشوف هنعمل الخطوة دي. معانا بصلة مفرومة كويس جدا، وهنخليها في مادة زيتية. طبعا مش هينفع معانا غير الزيت او الزبدة، السمنة مش هتنفع في الاكلة دي خالص. بس خليكم معايا كده وتابعوا معايا وتشوفوا احنا واصلين فين. انا مجهزة بطاطستين 2 بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، بس لسه يعني انا بقول لكم دلوقتي حطينا كمون، حطينا كزبرة، حطينا فلفل اسمر، بس كده على البصلة لما تبقى تبتدي يعني تدبل كده دبلان خفيف. وادى معانا 4 معالق دقيق بس يكونوا خفاف، يعني مش ال4 معالق اللي هم الكتار يعني. هنقلبها كويس، بس للاسف يعني الكاميرا هنا توقفت، جابت على طول وانا بقلب. حطينا طبعا لتر لبن، لو مفيش موجود لتر لبن كامل ممكن لتر لبن نص كده ونص كده، لان احنا عايزينه ما يكونش تقيل قوي. طبعا هتقول ان انا بعمل بشاميل انا بعمل دلوقتي اللي هي الصلصه البيضه. ما تعرفوش النكهه بتاعه الخلطه ماشيه ازاي. معايا فص ثوم اللي انا حطيته. ودلوقتي يا جماعه بعد ما اول غلوه خفيفه كده هندخل البطاطس. بس لازم ان انتوا تقلبوا كل مثلا دقيقتين ولا حاجه عشان البطاطس بتبقى تلزق، لان دي ماده نشويه يعني بتقوم تلزق. هنغطي الحله وكمان شويه هنبص عليها. وصلتوا لحد هنا، متشكره لكم جدا جدا انتوا بتتابعوني لحد دلوقتي، ويا رب الوصفه تعجبكم جدا كده زي ما عجبت اللي اكلوها. والف وهنا يا رب اللي اكلوها، وان شاء الله موفقين اللي هيعملوها. ويا ريت ما تنسونيش في لايك عشان خاطر توصلكم كل جديد.
الوصفة تنتشر. شوفوا بقى بعد ما لقيتها استوت البطاطس، انا محتاجة انها تستوي. ليه بقى؟ لان السمك ما بياخدش وقت في الفرن. نزلتها بالصلصة البيضة بتاعتها دي، هي تعتبر شبيهة جدا بالبشاميل، بس احنا حطينا طبعا عليها بصل وعليها حطينا عليها خلطة السمك. هنرص السمك زي ما انتوا شايفين كده. يعني لو شفتها كده هتعرفوا ان هي تجهيزها اصلا ما اخدش وقت، ويعني غير في النقع بس. انما هي لما بتدخل الفرن ما بتاخدش وقت خالص، يعني ممكن من اول ما تبتدي تسخن وتغلي كده على نار متوسطة يعني. طبعا انتوا شايفين الشرح واضح ازاي، انا مقربة الكاميرا خالص. بتاخد تقريبا من 10 ل 12 دقيقة على فرن 180. اهم حاجة ان النار ما تبقاش من فوق عالية خالص، تبقى النار متوسطة في كل مكان. انا دلوقتي ممكن بطماطمية تكون طازة يعني فريش، نحطها كده ونلبسها في السمكة. وقطعت كمان ليمونات بقشور رقيقة جدا جدا، ومعايا كمان جزرتين. يعني اللي عايز يحط حاجة تانية يحط، لكم الحرية يعني. بس بصراحة كل ده لما استوى كان طعمه خطير خطير، والصينية راقية جدا جدا جدا، خصوصا ان السمكة اصلا سمكة البوري. اللي عايز يعمل نوع سمكة تاني مفيش مشكلة، لان كل ده بيستوى بسرعة برضو، يعني هتبقى نفس الخطوات. ايه رأيكم بقى في اللوحة الفنية الحلوة دي؟ بسم الله ما شاء الله. دي لما دخلنا بقى الفرن ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللي وصل لحد هنا يكتب لي ما شاء الله وبيقول لي هو بيتابع منين. طبعا احنا خلصنا الصينية بعد 12 دقيقة بالظبط. حبيت بقى اجيب رغيف عيش كده، ممكن تاكلوه بالعيش ممكن تاكلوه بالرز. معانا شوية جرجير، وخدت من الصلصة البيضة حطيتها على الجرجير. وممكن تتقدم كده وممكن تتقدم بطريقة تانية، بس انا حبيتها بصراحة. عايزة بقى يا جماعة بعد ما ادوق السمكة ادوق البطاطس، والله بجد حاجة، انا بقول لكم الحقيقة بصراحة. رشيت عليها ليمون زي ما انتوا شايفين كده، وتعالوا نجرب بقى. وبسم الله بسم الله معايا كده. هشوقكم والله على الاكله دي، انت هتقوموا دلوقتي تعملوها من سهولتها. شوفوا اللحم بتاعها مورق ازاي، ما خدتش وقت خالص، وفي نفس الوقت حتى الجلد انا كلته. عايزه بقى اجرب السمكه واجرب كمان البطاطس. شوفوا البطاطس طالعه عامله ازاي، والله ولا البطاطس بالبشاميل. ما شاء الله لا قوه الا بالله. وصلت لحد هنا، بشكركم جدا 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 لحسن المتابعه، ويا رب الوصفه تعجبكم، وانتظروني في وصفات جديده. السلام عليكم.